لاي حد بيتكلم عن النادي الاهلي. تعال لي بقى يا حبيبي، تعالى لي. انت بتتكلم عن المباراه بتاع ريال مدريد والاهلي، تتكلم وتقول انها خساره مذله ومهينه وكده. الاهلي عمل مباراه تاريخيه وانت عارف ده. السؤال ليك اللي بتتكلم عن الاهلي، انت شفت الماتش اكيد، وشفت الفرص اللي ضاعت، وشفت الاستحواذ، وكان بايدينا نتعادل بس لولا الحظ. وتقولوا الاهلي محظوظ، ولو عندنا نص حظ الاهلي وارميني في البحر. يا اخي اتقي الله وسيبوا الاهلي في حاله. الاهلي ده اللي مشرفك ومش عارف مشرفك، مشرفك انت، مشرفك انت، شرف مصر افريقيا بالكامل. وانت كنت بتتفرج على الماتش الاستهزاء وتقول ريال مدريد والاهلي. الاهلي مش هيعمل حاجه، الاهلي هيدافع بس. الاهلي وانت اتصدمت من اللي شفته، ورغم كده بتطلع تباطل وتجادل وانت عارف انا بتهري في اي كلام. ليه بقى؟ ليه بتهري وخلاص؟ اي هري وخلاص، لان انتوا مش لاقيين حاجه تعملوها غير كده. لان انتوا لا بتكسبوا ولا بتشيلوا طينه ولا اي حاجه. انتوا بس قاعدين لي كده بس وخلاص. يعني انتوا اصلا ما بتعملوش غير كده. وعايز اقول لك الحاجه، تعالى لي، احنا بنلعب ريال مدريد مش فاركو ولا الاتحاد ولا اسوان. يبقى ما تتكلمش على الاهلي قبل ما تعرف حجمك قدام الاهلي. احنا في كاس انديه العالم الثامن مره على التوالي وانت صفر، وان شاء الله هتكون البرونزيه الرابعه على التوالي وانت صفر، وهتفضلوا صفر.